السلام عليكم، اهلا بيكم في قناتي سير ستايل. النهارده هنعمل مع بعض وحده الادراج دي من الكرتون. يا رب الفيديو يعجبكم، متنسوش تعملوا له لايك، ولو اول مره تشوفوا القناه متنسوش تعملوا اشتراك، وكمان اضغطوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. ويلا نبدا. اول حاجه هنحتاج 4 قطع كرتون، دول هنعمل بيهم الجنبين بتوع القطعه بتاعتنا. انا بالنسبه لي جايباها مقاس متر في 40 سنتي، وهنحتاج كمان 4 قطع كرتون تانيين مقاس 40 في 40. دولت هنعمل بيهم القاعده والسقف بتوع القطعه. نجيب شرايح كرتون يكونوا باطوال مختلفه عادي، بس المهم يكونوا بعرض متساوي حوالي 3 سنتي، ونبدا نلزق كل 2 في بعض بالغرة. وبعد ما نحط عليهم الغرة هنبدا نلزق عليهم بالسوليتيب علشان الغرة تثبت. هنعمل لنا كده شويه حلوين يعني. وبعد كده هناخد قطعه من بتوع الجنبين دولت ونلزق عليها شرايط الكرتون. هنبدا نلزق على الحواف الاول، على حواف القطعه بالشمع. الطريقه سهله جدا، ان احنا بس هنحط شمعة على شريحه الكرتون اللي معانا ونلزقها على الجنب بتاع القطعه بتاعتنا. هنعمل الاطار الخارجي للجنب كله، وبعد كده نبدا نحط شرايح بالطول في النص، وبعدين نقطع قطع كرتون صغيره بالشكل ده اللي هي تعتبر عوارض للقطعه دي، بتديها متانه عاليه بحيث انها تبقى بالشكل ده. الخطوه دي هنجيب الغيره، دي غيره خشب مخففينها بميه، ونبتدي نحطها على القطعه بتاعتنا، نحطها عليها كلها، وبعدين نجيب قطعه تانية من بتوع الاجناب ونحطها فوقها، وبكده نبقى عملنا جنب للقطعه. ونحط فوقها طبعا حاجه تقيله عشان الغيره تثبت. كده القطعه بتاعتي نشفت خلاص. هنعمل برضو القطع الصغيره بنفس الطريقه، بحيث ان دي هتبقى القاعده بتاعه القطعه بتاعتنا. نحط برضو عليها غيره، ونحط عليها قطعه تانية من الكرتون، وبرضو نحط فوقها حاجه تقيله، نفس القصه بالظبط. كده بقى معانا جنبين للقطعه. والقطع الصغيره كمان عملنا منها برضو 2، اللي هي واحده للسقف وواحده للقاعده. هنحتاج بقى كرتونة للظهر، دي مقاس 110 سنتي. هنبدأ نلزق عليها بالغرة والشمع مع بعض. ليه بقى؟ لان الغرة بتاخد وقت عقبال ما تنشف، فمش هنقدر نفضل مثبتين القطعة وقت طويل على نفس الشكل العمودي ده، لكن الشمع بينشف بسرعة فهيمسكها لحد ما الغرة تثبت، والاتنين مع بعض هيدونا متانة عليها. كده لزقنا القاعدة بتاعت الادراج بتاعتنا، وهنلزق برضو الجنبين بنفس الطريقة بالظبط. وده هيبقى كده اتكون معانا الهيكل الخارجي بتاع القطعة بتاعتنا. عايزين بقى نعمل قطع كرتون عشان نرفع عليها الارفف بتاعتنا. هنجيب احنا محتاجين 6 قطع، 2 قد بعض طبعا. هنلزقهم في بعض بالغيره برضه عشان يبقوا ثابتين اكتر. الاتنين دول هنحطهم في الظهر بتاع القطعه، والاربع قطع المتساويين التانيين هنحطهم في الجنبين، وهنحط عليهم غيره ونلزق الاتنين في بعض. الطريقه هتبان دلوقتي، هتوضح اكتر. وكده 2 قد بعض. احنا مجرد ان احنا نحط غيره في الظهر بتاع القطعه من تحت، نحط غيره، وبعد كده نحط على القطعة بتاعتنا دي شمع ونلزقها ورا في ظهر القطعة، والقطعتين التانيين هنحط برضو بنفس الطريقة غيرة ونحط عليهم برضو شمع ونلزقهم في الجنبين. دي الارفف بتاعتنا هنعملها بنفس الطريقة اللي عملنا بيها القاعدة والسقف والجوانب وكله، هي نفس الطريقة. احنا محتاجين 4 ارفف علشان نعمل 5 ادراج. هنحط غيرة على قطع الكرتون اللي احنا حطيناها دلوقتي، وبعد كده نحط فوقها الرف بتاعنا. وبعد ما نحط الرف هنبتدي نثبت عليه بالشمع برضو من الجوانب بحيث ان هو يثبت اكتر. وبنفس الطريقة هنبتدي نكمل بقية الارفف. نحط الجزء اللي هو في الظهر ده، وبعد كده نحط الجزئين بتوع الاجناب، وبعد كده نحط عليهم فوقهم الرف، وبنفس الطريقة يعني. كده احنا كملنا كل الارفف بتاعتنا.
هنيجي دلوقتي نعمل الادراج. طبعا الادراج طريقتها سهله جدا، هو بس احنا هناخد مقاسات الدرج بتاعنا، وكل قطعه هنعملها 2، يعني نلزق كرتونتين في بعض بحيث ان الضلع بتاع الدرج يبقى ايه متين، ونبتدي نلزقهم على القاعده بتاعه الدرج بالشمع. هنلزق 3 قطع. اما الجزء الخارجي دوت بقى اللي احنا بنشد منه القطعه لبره، هنرسم عليه نص دايره بالشكل ده، وبعد كده نقص. احنا كده قصيناه ولزقناه، وكده اتكون معانا شكل الدرجه بكل سهوله. هنجيب ورق كرافت بيجي من المكتبات، لو مش موجود هنستبدله بورق الجرايد، هيدينا نفس النتيجه. ونبتدي نلزقه على كل الحواف بتاع القطعه بتاعتنا بحيث ان القطعه بتاعتنا تبقى ناعمه، ولما نيجي ندهنها ما يدخلش فيها، مبقاش فيها زوايا. وهنعمل الادراج بنفس الطريقه، ده هيبقى الشكل بعد ما لزقنا عليه الكرافت. بعد كده ندهنه ونزينه بالشكل اللي احنا عايزينه، وهو ده هيبقى النتيجه النهائيه بتاعته. يا رب يعجبكم، لو عجبكم متنسوش تعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه، وكمان يا ريت شير لاصحابكم. واشوفكم الفيديو الجاي. باي.